يعني انت مش معاك فلوس؟ اه مستشفى. ربنا يشفيه. بس عايز اقول لك على حاجه، انت طلعت عيل مش تمام. سلام. بقى انا اطلب منك فلوس تقول لي مش معايا؟ ايه يا ابني صوتك عالي. وبعدين الفلوس إيه اللي انت عايزها؟ ما قلتليش انا ليه؟ لا مفيش حاجه، ده كان في واحد صاحبي كده بشوفه جدع ولا لا. طب وطلع ايه؟ طلع اي كلام. ازاي بقى؟ قلت اجرب اطلب منه فلوس اشوفه هيعمل ايه معايا. رد عليا بقى وقال لي الظروف ومش الظروف، اخويا تعبان في المستشفى. طب وانت عارف فعلا ظروفه ايه؟ يا عم سيبك منه كبر دماغك، انا كده كده اصلا عرفت تمامه ايه. طب ما ممكن فعلا يكون ظروفه وحشه ومش قادر يسلفك الفلوس دي، وفعلا اخوه في المستشفى وتعبان. لا يا عم ده بيحور. هو انت ليه عندك سوء ظن كده بالناس؟ سوء ظن ايه يا عم؟ هما الناس كده ما ينفعش تتعامل معاهم غير كده. لا، انت لازم يكون عندك حسن ظن بالناس، انت ما تعلمش ظروفه ايه. لا بقول لك يا عم ما تعمليش فيها ملاك، بقول لك على حاجه يلا انت كمان. لا يا عم انا مش ملاك، وهقوم من قدامك، بس قبل ما امشي عايز احكي لك حكايه واحده. قول يا عم وخلصنا. بص يا عم، كان في واحد زمان عنده صاحب، راح لصاحبه ده قال له انا محتاج فلوس وعايزك تسلفني المبلغ ده. صاحبه رد عليه وقال له انا مش هعرف اسلفك المبلغ ده. قال له بس انا هبعتك لواحد ما بيردش محتاج، وان شاء الله مش هيرد. راح للراجل، اول ما وصل بيت الراجل لقاه بيعالج معزه مريضه. فقال في نفسه ايه ده الراجل ده بخيل جدا، ده بيعالج معزه برغم كل الغنم اللي عنده ده كله، ازاي هيسلفني؟ ورجع لصاحبه وحكى له على كل اللي شافه. صاحبه قال له ارجع وهو هيسلفك. الراجل سمع كلام صاحبه ورجع تاني. اول ما رجع سمع بيقول لاولاده ايه، كل حبايه قمح تقع منكم لموها. فقال في نفسه ايه الراجل ده، الراجل ده بخيل قوي، بالرغم انه غني وكل حاجه بس ما بيفرطش في حبايه قمح واحده، ازاي هيسلفني؟ ورجع تاني لصاحبه. صاحبه اول ما سمع منه كده ضحك كده وقال له ارجع تاني وهو هيسلفك. رجع وقال لك بس ده اخر مره انا هرجع فيها. لما رجع سمع الراجل بيقول لبناته ايه، ان هم يوطوا الاضاءه بتاعه المصباح عشان يوفروا في الجاز عشان تقعد معاهم اطول فتره ممكنه. سمع الراجل وقال في نفسه والله لانك رجل بخيل. فالراجل فتح الباب لا واقف قدام الباب. قال له ايه اللي موقفك كده، في حاجه اقدر اساعدك بيها؟ الراجل رد عليه وقال له انا هقول لك، انا رحت لصاحبي عشان استلف منه مبلغ صغير، فصاحبي قال لي انه مش معاه عشان حاله زي حالي، بس في الاخر وصفك ليا وقال لي ان انا اجي لك وانك مش بترد محتاج. الصراحه انا اول مره جيت لك فيها شفتك بتعالج معزه مريضه بالرغم من كتر الغنم اللي عندك، وده يدل انك بخيل. تاني مره سمعتك وانت بتقول لاولادك ان هم يلموا كل حبايه قمح تقع منهم وهم رايحين في الطريق، بالرغم ان عندك محاصيل كتير وزرع كتير بس بتحافظ على كل حبايه قمح، وده برضه يدل انك بخيل. تالت مرة سمعتك وانت بتقول لبناتك ان هم يوطوا المصباح عشان يوفروا في الجاز عشان يقعد اطول فترة ممكنة، وده كمان يدل انك بخيل. ابتسم كده الراجل وقال له المعزة اللي انت شفتني وانا بعالجها دي، المعزة ديت وهي قوية كنا بنشرب من لبنها، مش من الوفاء ان احنا نسيبها في مرضها، عشان كده كنت بعالجها. واما بقى ان انا كنت بقول لاولادي ان هم يلموا كل حبايه قمح تقع منهم، فده عشان كنت بعلمهم ازاي يحافظوا على النعمه. ونيجي بقى لاخر حاجه، انك كنت سمعتني ان انا كنت بقول لبناتي ان هم يوطوا المصباح. اه انا راجل ميسور الحال وعندي فلوس كتير، بس بناتي هيجي عليهم وقت وهيسيبوني ويمشوا ويتجوزوا ويروحوا البيت يتجوزوا، فممكن واحده فيهم تتجوز واحد فقير، فعشان كده كنت بعلمها انها تحافظ على بيتها وازاي تعيش حياتها. بعدها الراجل اعتذر لصاحب البيت على سوء ظن. صاحب البيت رد عليه وقال له لا ولا اي حاجه، انت كنت محتاج ايه؟ واداله المبلغ ومشي. انا هقوم، بس يا رب تكون فهمت حاجه من اللي انا قلتها لك. سلام. تمام. في ايه؟ اخو صاحبك مات. بتقول ايه؟